اللي يضربك اضربه. دي الكلمة اللي احنا بنقولها لأولادنا، ولكن للأسف هي كلمة سلبية جدا، لأن هي من أهم الأسباب الجريمة في المجتمع. لو احنا بطلنا كلمة زي كده أكيد إن المعدل الجريمة في المستقبل هيقل كتير جدا. طب ايه الكلمة اللي أنا أقولها المفروض لابني لو حد بيحاول يضربه أو هيضربه؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة في الفيديو النهاردة. أهلا بيك معانا في فيديو جديد، ويلا بينا نشغل عقلنا. مش عايزك تصدق أي كلمة أنا بقولها، لكن أنا عايزك تفكر وتقتنع بكل كلمة أنا بقولها، ولو ليك أي تعليق مخالف يا ريت تكتبه، وأكيد أنا كمان هحترمه جدا. كلمة اللي يضربك اضربه على فكرة هي كلمة سلبية جدا لأولادنا. ليه؟ لأن هي بتخلق روح الانتقام. روح الانتقام، اللي يضربك اضربه. أنا بعلم ابني إنه لما حد يضربه أنت كمان اضربه وانتقم. إذن أنا بغرس في ابني روح الانتقام، روح العدوانية، روح العنف. والحقيقة للأسف إن لو ابني كمان ما قدرش إن هو يضرب الولد دون أو اللي حاول يعتدي عليه، ساعتها للأسف أنا أضعفت شخصيته جدا، أضعفت ثقته بنفسه، علمته الكراهية، لأنه طبعا أكيد هيشيل من الولد ده جواه، وكمان ممكن يعلمه الغدر. ليه؟ لأن ممكن الولد ده يستناه أو ممكن ابني يستناه ويحاول يضربه من ظهره، يبقى أنا كده كمان علمته الغدر. كلمة زي كده ممكن تسبب مشاكل سلبية كتيرة جدا. امال ايه الكلمة اللي المفروض اقولها؟ هو انت عايزنا ان احنا لما ابننا يجي يتضرب نقول له مثلا قول له ربنا يسامحك وخلاص؟ لا طبعا، اكيد لا، بالعكس انا عايزه يكون قوي في الموقف ده. بس انا عايزك تخلي بالك ان الكلمة اللي انت ممكن تقولها هتخلق يا اما انسان عدواني عنيف، يا اما انسان قوي ومسالم زي ما انا هقول لك. الكلمة الصح اللي احنا المفروض نقولها لاولادنا هي اللي يحاول يضربك دافع عن نفسك. اللي يحاول، يعني انا لسه مش هستنى ابني لما يتضرب وبعد كده يضرب او يبتدي ان هو يشتكي. لا، انا عايز ابني يكون منتبه ان لو حد بيحاول يضربه هو يدافع عن نفسه على طول. ساعتها لما بقول له دافع عن نفسك، انا كده غرست جواه عقيدة الدفاع عن النفس، خليته انسان قوي ومسالم في نفس الوقت. هو هيدافع عن نفسه فقط، او هيمد ايده فقط دفاعا عن نفسه فقط لا غير. فمش ممكن يكون عنده الدافع انه يعتدي على اي حد ابدا الا فقط في الدفاع عن نفسه. لكن الدفاع عن النفس هنا ليه شروط عشان يكون صح، وده اللي احنا لازم نعلمه لاولادنا. اول حاجة ان الدفاع عن النفس ده لحظة الهجوم. يعني لما حد بيحاول يهجم عليك عشان يعتدي عليك، من حقك ان انت تدافع عن نفسك. لكن ما ينفعش انك تسيبه مثلا وبعدين تروح تستخبى وتيجي تضربه من ظهرك. لا طبعا، ده ما ينفعش. هي في ساعة لحظة الهجوم المفروض ان لما هيحاول يضربني انا هدافع عن نفسي. طب افرض انا ابني ما قدرش او ما اخدش باله من اول ضربة اتضربها من الولد ده، ساعتها ابني اول حاجة يعملها انه يحذره. على فكرة لو حاولت تمد ايدك عليا تاني انا هدافع عن نفسي. وغالبا بنسبة كبيرة جدا انه الولد مش هيهتم بالتحذير بتاعه وهيحاول يضربه تاني. ساعتها مجرد ما ياخد اول خطوة لازم ابني يبتدي يدافع عن نفسه ويحاول يضرب بأقوى قوة ممكنة، يزقه بأقوى قوة ممكنة، وأنا مسؤول على الكلام ده. لكن هي مرة واحدة بس، ضربة واحدة بس، علشان أديله رسالة وأقول له أنا مش هسكت وهحاول أدافع عن نفسي لو حاولت تعتدي عليا. ضربة واحدة بس، وبعد كده برضو تاني يقول له ويحذره أنا مش عايز أتخانق معاك ومش عايز إن إحنا نخسر بعض. لو سمحت أنا مش عايز أتخانق، بس مهم إن أنا دافعت عن نفسي، خدت موقف، أنا خدت أكشن. ساعتها الولد التاني دون أول ما هيشوفه كده صدقني مش هيعتدي عليه، وكمان ممكن يتخذه بعد كده صديق، لأنه حس إن هو إنسان قوي قدامه هيدافع عن نفسه، مش إنسان ضعيف. ولو لقيت الإنسان اللي قدامي ضعيف كمان لازم أعلم ابني ما تعتديش على إنسان ضعيف، دافع عن نفسك، لكن هي مرة واحدة، وبعد كده أقول له أنا مش عايز إن أنا أتخانق معاك ومش عايز إن أنا أضربك. ما تعتديش على إنسان ضعيف أبدا. يبقى هي دي الطريقة اللي أنا بدافع بيها عن نفسي. طب ممكن ساعات ابني يكون إنسان ضعيف للأسف، يعني ما بيقدرش يدافع عن نفسه، ضعيف جسمانيا او حاجه زي كده، فللاسف لما بيتضرب ما بياخدش اي اكشن، مجرد بس يقول له ربنا يسامحك وخلاص. طبعا للاسف هنا انا خلقت انسان ضعيف. لكن المفروض ان انا اعلم ابني هنا رياضه دفاع عن النفس. ده لازم ومهم جدا
علشان خاطر هو مجرد ما هيتعلم ان رياضة الدفاع عن نفسه، مجرد ما يدافع عن نفسه مرة واحدة بس هيسترد ثقته بنفسه، وهترجع له ثقته بنفسه بالكامل. ومجرد ما كمان زمايله تعرف ان هو انسان بقى خلاص دلوقتي عنده بيلعب كاراتيه وبيقدر يدافع عن نفسه، بالعكس زمايله ممكن تخاف منه او تهابه وممكن يصاحبوا عليه عشان خاطر هو هيقف معاهم في الخناقات. لكن احنا بنعلم اولادنا ان احنا لما هنلعب رياضة الدفاع عن النفس احنا بنستخدمها لصحتنا وللدفاع عن نفسنا فقط، مش الاعتداء على زمايلنا ابدا. المفروض كمان المدارس تراعي نقطة زي كده، تراعي نقطة ان هي تغرز عقيدة الدفاع عن النفس في الاولاد، لان ده هيحل مشاكل كتير جدا في المستقبل على فكرة، وهيريح المدرسة كتير. المفروض لو 2 من الاولاد اتخانقوا مع بعض بتحاول المدرسة ان هي تعرف مين اللي ابتدى ومين اللي بيحاول يدافع عن نفسه. لو هي قدرت تعرف المفروض الانسان اللي بيدافع عن نفسه ده ما يتعاقبش، لكن لو ما عرفتش المفروض تدي انذار للاتنين، وبعدين مع اول مشكلة تحصل من اي واحد منهم كده احنا قدرنا نعرف مين الولد العدواني اكتر والعنيف اكتر، اللي انا لازم اغير العدوانية اللي عنده دي بعقيدة الدفاع عن النفس. ساعتها المجتمع هيكون مجتمع قوي ومسالم، مفيش انسان هيعتدي على التاني، لانهم خلاص اصبح عندهم عقيدة الدفاع عن النفس. هستخدم قوتي، هستخدم مهارتي اللي اتعلمتها في اي لعبة دفاع عن النفس في الدفاع فقط عن نفسي، مش الاعتداء او ظلم حد او الافتراء على حد. ساعتها هنا المجتمع هيكون فعلا افضل بكتير والجريمة جدا هتقل. وده اللي احنا بنعلمه في برنامج سوبر كيد للاطفال، ان احنا بنعلمهم عقيدة الدفاع عن النفس. التسامح حلو جدا ومهم قوي، لكن في نفس الوقت ادافع عن نفسي، يعني ادافع عن نفسي من الاعتداء واسامحه، لان احنا كلنا بنغلط وكلنا لازم نسامح بعض. لكن ما يكونش التسامح هو قناع ان انا لضعفي، ان انا مش قادر ان انا ادافع عن نفسي فبالتالي انا بسامحه بس. كل ده بيكون داخله ما يقدرش يكذب عن نفسه، هو ما قدرش فعلا يدافع عن نفسه وما قدرش فعلا ان هو يعمل حاجة صح، فبالتالي هو للأسف ما دافعش عن نفسه. لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنساش تعمل لايك، تعمل شير للفيديو، لأن ناس كتير جدا يمكن عارفة او يمكن للأسف بتستخدم الجملة دي، والجملة دي للأسف هي بتسبب مشاكل كتيرة جدا جدا لأولادنا. شكرا جدا ليكم وشكرا لمشاهدتكم، واتمنى اشوفكم في المرة اللي جاية في الفيديو اللي جاي.